لو انت من المنصورة او نزلت المنصورة قبل كده فاكيد شفت الطيارة الحربية اللي في الميدان قدام تمثال ام كلثوم. يا ترى ايه قصة الطيارة دي وليه اتحطت في المكان ده؟ تابع معايا الفيديو للاخر عشان تعرف قصتها بالتفصيل. معكم محمد ابراهيم مقدم محتوى قصصي. هنخش بالانترو ونكمل قصتنا مع بعض. يوم 14 اكتوبر سنة 73 حصلت حاجة غريبة جدا في قرية صغيرة اسمها منية النصر قريبة من المنصورة. اهل القرية شافوا طيارات كتير بتتخانق في السماء، كان في معركة جوية شغالة فوق دماغهم، وفجأة واحدة من الطيارات ديت وقعت في وسط الحقول وخرج منها الطيار بالمظلة ووقع على الارض. ولما الناس راحت عشان تشوفه لقوه طيار من اللي ما يتسموش، مسكوه اثروه بايديهم وسلموه للشرطة. واللي انا حكيته لك دلوقتي كان جزء من اكبر معركة جوية حصلت في الحرب، واللي اطلق عليها معركة المنصورة الجوية. العدو وقتها كان بيحاول ينتقم بكل طريقة من الضربة الجوية اللي مصر عملتها وقت الحرب، وكان عايز يضرب القواعد الجوية المهمة اللي كانت موجودة في الدلتا، وعلى رأسهم قاعدة المنصورة الجوية اللي كانت وقتها أكبر قاعدة جوية في مصر. العدو حاول يضرب القاعدة 3 مرات، أول مرة يوم 7 أكتوبر ودي اللي مصر صدتها، تاني مرة يوم 12 أكتوبر ودي وقتها العدو خسر 16 طيارة، ثالث مرة ودي كانت يوم 14 ودي اللي اتحفرت في التاريخ اسم معركة المنصورة الجوية الكبرى. العدو وقتها جاب 3 موجات هجومية، الأولى كانت التشتيت، الثانية كانت لضرب الدفاعات الجوية، الثالثة كانت الأساس أصلا وكانت جاية ب 160 طيارة عشان تضرب وتحطم الأهداف الجوية اللي كانت موجودة في الدلتا وتدمر القواعد المصرية كلها. بس المصريين كانوا أذكى، الطيارين المصريين اللي هم كانوا حوالي 60 طيار من كذا مطار ما بلعوش الطعم وما اشتبكوش مع أول موج، استنوهم في الفخ. ولما بدأت المعركة الحقيقية فضلت مستمرة حوالي 53 دقيقة. كانوا الطيارين المصريين كل شوية ينزلوا يملوا وقود ويرجعوا تاني، ينزلوا يعملوا صيانة للطيارة ويرجعوا تاني، لدرجة ان اللي ما يتسموش افتكروا ان هم بيواجهوا اكتر من 100 طيارة. والنتيجة وقتها ان العدو خسر 46 طيارة في يوم واحد بس، 17 منهم اتضربوا في المعركة الجوية نفسها فوق الدلتا، و27 طيارة وطيارتين هليكوبتر اتضربوا بالدفاع الجوي المصري، وكل ده من غير ما يحققوا هدفه. في المقابل مصر خسرت 6 طيارات بس، 3 في القتال و2 عشان وقودهم خلص، واحدة انفجرت بسبب شظايا طيارة فانتوم انفجرت وهي معدية. ومن القصص اللي حصلت وقتها وبتبين قد ايه المصريين كانوا ابطال، الطيار المصري قادر عبد الحميد وقع كذا طيارة في المعركة وقاد سربه ببسالة، ولما خلص وقود طيارته اضطر ان هو ينط بالمظلة، لما وقع اتصاب في ظهره وراح المستشفى.